السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن تبديل المصافي وطريقة تركيب فلتر مياه شرب للموديل اللي بيكون بعلبة. غالب الموديلات اللي بعلبة متواجدة، طبعا أول من صنع موديلات بعلبة تركيا، وأغلب الموديلات المتواجدة عالميا هي من تركيا. راح نحكي على هذا الموديل اللي من عنده. الخزان مثل ما انتم شايفين والمصافي بيكونوا عموديات، في نوع بيجي أفقي وفي نوع بيجي عمودي. هذا النوع عمودي، راح نشرح عنه طريقة التركيب، طريقة تبديل المصافي. هلا رح نشرح شوي هون بشكل عام عن المصافي. مصافي الأجهزة بالشكل العام اللي تكون نظام RO لازم تكون مرحلة رقم 1 يفضل تكون شفافة حتى نشوف الأوساخ والشوائب. مرحلة رقم 2 واللي هي الكربون. مرحلة رقم 3 واللي هي بلوك كربون، وبالأنواع العادية بتكون سيديمنت يعني نفس الرقم 1. رقم 4 بيكون الممبرين واللي هو الار او روح الجهاز. كل شيء مراحل قبل المرحله رقم 4 اللي هي الار او تعتبر مساعده، وكل شيء من بعده تعتبر متممه. بالنسبه للمرحله الخامسه اللي هي كوكونات كربون او مرحله جوز الهند، هاي المرحله اللي بتحسن طعم المياه بعد ما ترجع من الخزان. من بعد هذول المراحل في مراحل اضافيه بتنضاف، مرحله سادسه وسابعه وثامنه فينا نعدهم بالمراحل وفينا نعدهم بالاسطوانات، وفي منهم مراحل مكرره يعني بس عدد عشان يعدوا بعدد المراحل، حتى بالبيع يقول لك عندي 10 و20 و30 مرحله. وفي انواع لكل جزء نوعيه او كل جزء ماده خلينا نقول. هدول الخمس مراحل الاساسيات بتكون منه الجهاز. في منه بيكون ممبرين ال جي. حتى يكون ممبرين ال جي حقيقي، يعني تاخذ انت ممبرين ال جي لازم يكون محفور بهذا المكان هون. بهذا المكان بيكون محفور عليه ال جي، وبيكون محفر على الجسم من برا ال جي. حتى هذا المحفر عليه ال جي في منه عدة انواع، تقريبا شي 6 انواع من الارخص للاغلى. كل شيء مو محفور عليه ال جي يعتبر نوع عادي. وفي اجهزه كثير بيجي ملزوق عليها لزقه ال جي ولا عليها ممبرين ال جي ولا تعتبر لها علاقه نهائيا بالال جي. كلمه ال جي ليش تستخدم؟ وهل ال جي جيد او سيء او منيح او عاطل؟ ال جي غالبا بيكون اسم بياع، يعني مجرد ما قال لك فلتر ال جي انت اشتريت. فهو هي اللزقه اللي بحطها هون، وش بيحط الجهاز، ايش نوعه وايش مواصفاته، كل هالكلام ما بهم بس عشان يبيع. لذلك كلمه ال جي بياعه فبيعتمدوها اغلب البائعين. هلا حط الممبرين ال جي صار الجهاز ال جي، لانه قلنا هو هذا الممبرين بفصل مي نظيفه عن الوسخه، وكل شيء قبله مساعد له، وكل شيء من بعده مراحل متممه له، فصار الار او ال جي. شركه ال جي بالعالم بكل دول العالم انه طالع او تصنع فلتر مياه بالكامل ما في، بكل دول العالم بتصنع فقط الار او، وما اسمها ال جي. خلينا نشوف اسمها ال جي تشيم. ال جي تشيم، وما لها اي علاقه بشركه ال جي تبعيه الادوات المنزليه، برادات والغسالات والمكيفات. هي اسمها ال جي تشيم. هي بالنسبه لموضوع ال جي. هلا رح ناخذ هون فكره عن طريقه التركيب، بعدين رح نحكي عن تبديل المصافي، يعني فيديو مشترك لتبديل المصافي والتركيب. تركيب الجهاز بيحتاج منا شغلتين حتى يركب الجهاز. رقم 1 تركيب الحنفية، رقم 2 مأخذ المياه. مأخذ المياه له كثير خيارات، وهي الخيارات بتأثر على سعر الجهاز كمان. هي الخيارات يا سيدي الكريم بتكون رقم 1 عندنا الخلاط اللي بيكون مثبت على المجلة، على المرمرة، على طاولة المجلة، وموصول من تحت بمأخذين مياه بارد وساخن. هاد فينا نحط عليه هي القطعة، بنفك الوصلة تبعيت المجلة، تبعيت الموصولة على خلاط المجلة، وبنركب عليه انثى وذكر، تركب مباشرة وفتح وتسكير. عندما نبدل مصافي هلا بنشرح لازم نسكر هذا اللولو قبل ما نبدل مصافي. بنركبه، هذا مأخذ المياه. هلا فيك تركب بهي الطريقة، هي وحدة خليني احطها هون. في عندك مثله بس معدن، طبعا هي عن هي 3 اضعاف بالسعر. هذا وحده من الاسباب اللي بتخلي سعر الجهاز يختلف، معدن. وفي عندك انه تكون هدول 3 قطع بيركبوا بنفس المبدا، ويمكن تركب له اللولب بمعدن بغض النظر نحاس ولا زماك ايش نوعه، وفيك تركب له بلاستيك. طبعا هون عندك نحاس والخليط والزماك هدول او الالمنيوم، هدول 3 انواع. هدول كلهم هالقطع هي هيك بالكامل بهذا الشكل كلهم بيركبوا لما بكون الخلاط مثبت على المجدة وقلنا حنفية باردة وسخنة بناخذ منهم مأخذ مياه. فيديو طريقة توصيلها وتركيبها لهي القطعة رح احط لكم اياه رابط بصندوق الوصف تحت،
تضغط عليه شارحين من الالف للياء شلون راح يتركبوا. اما انا هون عم بعطيك شرح سريع وهنيك بتشوف فيديو طريقه التركيب. هاي بالنسبه لاذا نحن نركب على الخلاط قلنا بيجي مثبت على طاوله المجلة. هلا بيجي القياس اللي بعده اللي هو النص انش، هي 3 على 8. نص انش نحاس كروم، نحاس عاديه والمنيوم النوع الخفيف، وبيركب لها اللوالب. فيك تركب لولب بلاستيك، فيك تركب لولب معدن، كمان السعر راح يختلف في هذا الاساس، يعني من هي لهي 3 اضعاف، ومن هذا اللولب لهذا اللولب 3 اضعاف. يعني هون نفترض هي حقها ليره، هون 3 ليرات، ليره 3 ليرات، فهدول قطعتين هدول قطعتين 3 اضعاف، اختلف عن السعر لذلك بيختلف سعر الجهاز. هلا هذا الصنف النص انش. هلا هون عندنا خيارين، عندنا هدول 3 ارباع انش. هدول 3 ارباع بيركبوا بمكانين، طبعا هذه ذكرنا انه نص انش، النص انش بتركب على اي حنفيه، اي حنفيه في البيت بتفكها، كل مآخذ اللي بتكون ضمن البيت نص انش، بتفكها وبتركبها من اول ما يطالع مأخذ المياه من الحيط، بعدين بتركب الحنفيه من بعدها وبتستخدم، يعني صار تي من قبل الحنفيه. هدول بيركبوا على حنفيه الغساله، بتفك خرطوم الغساله بتركبها، بترجع تركب خرطوم الغساله وتركب عليها الولب، كمان الومنيوم نحاس ونحاس منقله كروم. هلا بنشيل الالمنيوم لسه ما نزل منه. عندنا هدول التنتين لهم صديقه، واللي هي لما بكون الخلاط جداري، الخلاط مثبت على الحيط، بدنا نحط وحده مسدوده للمي السخنه ووحده الى فتحه حتى ناخذ منها تفريعه المياه البارده. بيجوا تنتين، في منهم نحاس عادي وفي منهم كروم منقله عشان ديكور المطبخ. طبعا اي نحطهم هون، اي مأخذ مياه اخذناه من الكي فينا نركب له لولب بلاستيك او لولب ان كان معدنه نحاس او معدنه زمع. هاي وحده من الشغلات بتخلي سعر الجهاز ايام يوصل اختلاف سعره لل 300 ليره، لاني هون عندنا تنتين تبع الخلاط ويكون اللولب معدن، عن انها تكون هيك اختلاف كثير بس. يعني اذا اجت هي عن انه يجي معك تنتين هيك، هدول 3 قطع، اختلف ممكن يوصل معك 300 400 ليره حسب البائع وحسب نوع القطع. هذا شرح محبس دخول المياه. طبعا مثل ما قلت لكم في فيديو لطريقه تركيبهم راح يكون بصندوق الوصف، واذا ما كان موجود بصندوق الوصف تواصل معنا، واي مشكله بتصير معك فيك تتواصل معنا، تصور لنا فيديو او تبعت لنا تسجيل صوت وراح نجاوبك في اسرع وقت ممكن مساعده. هلا بوي عنا هي اول شغله صعبه بتركيب الجهاز. الشغله الثانيه وهي الحنفيه اللي راح تثبت فوق المجدة. في انواع صارت نوع ثقيل موديل 2022 انه اذا بدك بتركب حنفيه هي مي بارده وسخنه، مي بارده وسخنه وفلتر بنفس المكان المثبت فيه خلاط المجدة، بتفكه وبتركب وحده بارده سخنه وفلتر. بدك بتسخب المجلة وبتركب الحنفيه. كمان طريقه تركيب الحنفيه من الالف للياء مع طريقه الثقب موجوده بفيديو خاص، راح نحط لك الرابط بصندوق الوصف على قناتنا على اليوتيوب. اذا دخول وخروج المياه خلصنا. هلا بوي عندنا تركيب الجهاز. الجهاز له قفل هون لتثبيت العلبه، راح نضغطه ونحط قضب فرنا هون وندفش هيك. نفس العمليه من هالطرف، فتحنا الغطاء خلصنا منه. هلا هون الجهاز، هدول الفتحات هن دخول المياه وخروج المياه ومياه التصريف، كل فلتر له مياه تصريف. شقد بصرف الجهاز او شقد كميه المياه اللي بكبها شرح شوي طويل، موجود له كمان فيديوهات شرح من الالف للياء اذا حبيت تتبع الطريقه اللي بتعمل فيها استهلاك او تجرب شقد الجهاز عم بصرف عندك، موجود شرح لهذا الامر. هلا هدول الفتحات الثلاثه بيجي لهم سدات مثل ما احنا شايفين. هاي السده هون في سناره، شايفين هذا العكس؟ هذا عليه سناره، شايفين هي السناره اللي من قدام هاي السوداء العكس، وهي السناره. هاي السناره راح نضغطها لورا في 2 ميلي، بنضغطها وبنسحبها فبطلع الخرطوم من داخله، تمام؟ والله هدول نفس المبدا، هون في سناره بس هون بيضاء ناحيه هذا اللون الاسود عشان اشرح لكم عليه. مجرد ما ضغطت من هون ومن هون خروج هذا الهواء مو معناتها مشكله، لان كثير ناس بتشتري من عندنا جهاز فبتوصل معنا فتحت الجهاز طلع الهواء اللي في قلبه، شلون بدي ارجعه الهواء؟ هذا الهواء بيكون مضغوط حتى نفحص الجهاز ما فيه مشكله، يعني بعد ما بنصنعه نضغطه الهواء وبنريحه من 24 ساعه ل 48 ساعه. كمان هذا الشيء بيأثر حسب نوع الجهاز، كل ما كان الجهاز نوعه اتقل بنخلي فتره التجريب اطول حتى ما يطلع عندنا مشاكل. اما الانواع الارخص بيكون فتره التجربه اقل
حتى تكون تكلفتها اقل. هلا دخول المياه طبعا بيكون مكتوب هون جريشو جريش سون اتوكسون تيميسون. انا ما بحب اعتمد عليهم، لربما الصانع بما انه نحن مصنع فنحن بنعرف الاخطاء اللي بتصير. طبعا هي الاخطاء يمكن تكون نسبتها 1 بالمليار، لكن الخطا وارد. لحد الان ما ورد هيك شيء معنا، لكن من الزباين اللي بيشوفوا تواصلوا معنا ورد، وممكن مره او مرتين ورد عنا، لكن انا بتبع معك الطريقه الصح حتى اعطيك المعلومه كامله. حتى توصل صح انا بنصحك تشوف توصيل الجهاز من الداخل. دخول المياه بيكون من المرحله رقم 1، طالما اسمها المرحله رقم 1 هي الشفافه او كان لونها ابيض معناتها هي اول مرحله بالجهاز. المرحله رقم 1 راح احط عليها لون عشان تشوفه. هاي دخول المياه، بطلع خرطوم دخول المياه لون موصول وبوصل دخول المياه. خروج المياه لا بيكون على مرحله الاملاح، لو على مرحله جوز الهند المرحله الخامسه البوست كربون. كمان راح اقول لك اياه. شايفينه؟ دخول المياه دخول المياه، خروج المياه. من هون دخلت المي، واخر مرحله ان كان رقم 5 وان كان الاملاح بغض النظر عن عددها راح تطلع من خروج المياه. بقي عندي بالوسط واللي هو مياه التصريف. انا بنصح باتباع هاي الطريقه بالتوصيلات بغض النظر الكلام موجود او غير موجود. هلا بدنا نحكي عن طريقه تبديل المصافي بقى. طريقه تبديل المصافي يا سيدي، 1 لازم يكون المصافي موجوده عندنا. 2 لازم يكون شايفين الفيديو قبل ما نشتغل، واثناء ما نشتغل بنتابعه مره ثانيه حتى نكون عارفين كل الخطوات ما يصير معنا خطا. 3 انا بنصح اذا انت رح تعمل صيانه لوحدك في البيت بشكل دائم يكون في عندك ادوات الصيانه، وراح اذكر لك اياها هلا. هاي الادوات الصيانه بتساعدك على انه انت تقوم بالمهمه بدون ما يصيبك اي مشاكل او نقص او مشكله اثناء الشغل. كيف؟ اذا بيخرب معك عطل وانت عم بتفك انت او بتركب او بيضيع، راح يوقف الجهاز بالكامل وتضطر مره ثانيه لا تعمل طلبيه شحن للقطعه هي وتضل بدون مي، لا ولا انك انت ترجع تروح عند البائع تتعنى حتى تحسن تجيبها. فينصح دائما يكون عندك في البيت متر خرطوم دائما، لان اذا صار هلا هي الوصله، خلينا نشوف هي الوصله، شايفين الوصله؟ اذا بيصير معنا غلط او الى اخره وخربت او انجرحت صارت تهرب مي تنقل، فانا حبيت ابدلها رح توقف لي الجهاز كله. هي شوفي شطه صغيره هيك ممكن يكون ما لها ثمن لكن رح توقف الجهاز. فيفضل دائما عندك متر خرطوم، 6 عكاس اللي بلزموا لتوصيل الجهاز واذا بكونوا اكثر ما في مشكله، والتين. هدول القطع حطهم بقلب الجهاز بداخل الجهاز وسكره واعمل صيانه، وقت بلزمك قطعه موجوده معك. هدول الادوات اللي لازم يكونوا عندك. هلا نرجع لموضوع التركيب المصافي. تركيب المصافي اول نقطه لازم يكون موجودات المصافي. 2 هاي الاكسسوارات يفضل تكون موجوده. هلا بسكر محبس المياه، ان كان اللولب معدن فاذا كان بهذا الشكل مستقيم معناته هو مفتوح، بسكره لفوق او لتحت نفس الشيء بتحرك هيك او هيك، هذا سكرته. وهذا كذلك الامر، اذا كان مستقيم مفتوح وهيك بسكره، والثالث كذلك الامر، والرابع كذلك الامر. بسكر مدخل المياه. بعد ما بسكر مدخل المياه بفتح الحنفيه الموجوده فوق المجلى. بعد ما بفتحها في اكثر من طريقه راح اذكر لك كامل الشرح اللي بفيدك بهذا الشغل. لا بتسكر الخزان تترك المي موجوده فيه حتى تفيدك بالغسيل وبشرح لك كيف، لا ولا فيك تتركه ليفضى على الاخير، قرار لا. لكن ما بترجع تفتح الخزان لتخلص غسيل حتى ما تدخل مياه الغسيل الخزان وتعذبك بعدين وتسوي لك مشاكل. يفضل وشرط اساسي لازم نقوله مو يفضل انه تترك الخزان مسكر لبين ما تغسل على الاخير وتنتهي من صيانه الجهاز، بعدين بتدخل الخزان مياه نظيفه، لان الخزان صعب تنظيفه ما عندك غير هذا النوع في منه بنفك وبتركب. طبعا هلا نقول سكرنا الخزان. بعد ما بنسكر الخزان وتنقطع المي ما بضل عندنا مي، لا بيدخل مياه على الجهاز والخزان سكرناه. هلا ببلش بفك هذا الجهاز. انا بفكه بطريقه شوي مختلفه، بعتقد اذا بتتبعوا طريقتي بيكون الشغل اسهل. بفك الخزان بكبسه مثل ما ذكرنا وبفك الجهاز بهذا الشكل، صار عندي كلياته هيك اسهل لي. هلا هون لازم ابلش من المراحل
من المرحله رقم 1 2 3 4 هي بيكون بيت تفتحها وبتحط في قلبها الممبرين. وعندك مرحله رقم 5 واذا بتبدل الاملاح بتبدلها. هلا عندك هون شغلتين رح اذكر لك اياهم. اول نقطه يفضل وبنصح بشده بهذا الامر كل مرحله تفكها تركب بدالها. فكيت مرحله رقم 1 مثلا بركب رقم 1 بس فرطت توصيل الشرطان او خلينا نقول الخريطين صعب شوي. انا بسميهم شرطان لان بيجيني الاسئله هيك بهذا الشكل. توصيلهم مثلا هدول انت هلا بنشوفهم راح ينفكوا معنا بس انفرطوا نرجع توصلهم مثل ما كانوا بجوز تضيع وكثير بصير خربطه. ثاني شغله الممبرين اللي هو هذا شرحنا انه هذا بدخل المي وبيفصل النظيفه لحال ويسخن لحال. اللي بيركب بقلب هي حاضنه دخلت المي من فوق لكن راح تطلع وين القلم؟ راح تطلع اثنين من تحت مياه تصريف ومياه نظيفه. كثير بيصير خربطه بهذا الامر. فكها لهي المرحله مع انه نحن ما بتلزمنا توصيلها نهائيا لان هي راح يركب في قلب ما في داعي نفك من هون شيء. فبيجي فكها تمام وبيروح بخربط بهدول الاثنين وبتصير مي نظيفه وسخه نظيفه. مو المشكله بالمي رح تشربها نهائيا. المشكله انه انت حطيت المياه النظيفه على الكب فما رح يفصل الجهاز يضل يكب 24 ساعه. وحتى وانفصل الجهاز فانت كميه الكب اللي عم تنكب رح تخلي المصافي عندك تسكر خلال اسبوع. تمام؟ هلا نجي على الفك. هلا بما انه انا هي حيكمتني مرحله بشيلها من هون. راح احطها طرف. هلا ببلش بمرحله رقم 1. هلا عندنا الفك بدهم فك براغي. انا مستخدم اليوم قلم فاز لان هذا متوفر باغلب البيوت. مثل ما ذكرنا رح نكبس السناره فانا بدخل قلم الفاز بحيث يكبس السناره. هلا بنشوف هون كله ساوي. هون في عندنا هي الفتحه بنحط فيها فك البراغي. هلا هيك فكيت اول مرحله بالجهاز. يفضل راسا اركب مرحله رقم 1 مكانها وارجع بوصل عليها خريطيمه. خليها مباشره القطع اللي فكيتهم هذول الخرطومين اللي فكيتهم برجع برجعهم هيك وانتهى الامر. هلا اذا بدي افرض الكل رح اتعذب شوي بالتركيب بس انا رح افرض الكل وارجع اجمع وربما حدا ما يتبع نفس طريقتي. طلع هي اول وصله رح تزيد معنا. هاي الثانية. هاي 1 2 3. هلا راح اركب 1 2 3 لحال بعدين راح اركب 4 و5. ليش؟ لان الجهاز بعد 6 شهور بده تبديل 3 مصافي. حتى اللي بيبدل فقط 3 مصافي مباشرة يكون الموضوع عليه سهل. هلا فرط معي الجهاز حتى دخول مياه لاني شلت مرحلة الاملاح اللي ما كانت هون. هلا راح ابلش مرحلة رقم 1. خلينا نفك البلاستيك عنا. تابعوا فيديوهات عم ننزلهم على قناة اليوتيوب اسمها أسرار فلاتر مياه شرب واللي هي معلومات أغلب حتى العاملين بمجال فلاتر مياه شرب ما بيعرفوها واللي بتكون هدف احتيال لتحقيق أرباح مالية. في شغلة مهمة هلا مرحلة رقم 2 خليني اشرح لك هون شغله. هذا مكان الحيم مكان الغطاء هذا هو دخول المياه. دائما دخول المياه من الطرف. مرحله رقم 2 في بقلبها الكربون هذا اللي بيطلع صوت. فاذا ركبت هيك او هيك مو كثير خطا لكن يفضل تركب صح. اما المرحله رقم 3 ومرحله رقم 1 لازم تركب صح. اذا ركبت غلط مشكله. فلاتر مياه الشرب
اغلب اللي بيشتروا فلتر او بيتعاملوا مع الفلتر بيتعاملوا معه على انه براد او غساله، يعني وحده من ادوات المنزل. لكن لازم، انا مثل ما درست وتعلمت هي المهنه علميا، تعتبر فلتر مياه كليه خارجيه لنا، لاني اي رواسب او مشاكل راح يصفي لنا اياها الفلتر، اذا ما صفاها راح ترسب تتجمع ضمن الكلى ضمن جسمنا. هلا وصلت اول وحده دخل المياه من هون من فوق، ثانيه وهذا دخول المياه جسرتها هيك، مرحله رقم 1 2. هلا 3 هون وصلنا ما شايفين. حط هيك ونكبس نتاكد نزلت للاخير نكبس. هلا ابويا عندي هيك، خلينا هون مرحله رقم 3 رح تروح على الرباعيه. بالرباعيه كثير ناس بيواجههم مشاكل اذا فكوها ان واوت. الان هو اللي راح ياخذ المي من المرحله رقم 3، ان واوت، مو الطرف فيه براغي، الطرف الثاني ان واوت. الان بنوصل على المرحله رقم 3 والاوت على المرحله رقم 4. خلينا نصوره بالطريق تمام. تدخل من هون على المرحله رقم 4 ومن الطرف الثاني رح تطلع المياه النظيفه والمياه الوسخه، المياه الوسخه على التصريف. هلا المي المرحله بوي عندي الممبرين رح اشرحه لحال، وبوي عندي المرحله رقم 5 نفس الطريقه بفك بهي الطريقه، فكيتها كمان راح ارجع اعيد التركيبه نفسها، ما في داعي. هون مكان دخول المياه راح يكون الطرف اللي بوصله على الخزان. تيجي من هون المياه طلعت المي النظيفه من هون، راحت لطرف البراغي، طلعت اجت على التي. من هون بعد ما اجت على التي بتروح على الخزان، ومن الخزان بس تعبى فتحنا الحنفيه رح ترجع تعدي على مرحله جوز الهند اللي هي بتشيل طعم وريحه ولون. بعدين بتروح لعنا على الشرب. هلا من هون راح اوصل هاي الخرطومه اللي كانت موصوله على الاملاح، واوصل الاملاح. خلصنا. هاي خروج المياه نظيفة. خلصنا بهذا الشكل جاهز. نشوف هذول برجع هون بركب مكانه. هلا بعد ما وصلت لعند هون بوصل الخزان. حاليا وصلت لمرحلة الغسيل. مرحلة الغسيل لها أكثر من طريقة. في طرق عملية وفي طرق سهلة وفي طرق يفضل تستخدم. السهلة انك انت بعد ما تخلص تركيب بالكامل تترك الخزان مسكر، تفتح الحنفية وتغسل بحدود من 25 ل 5 لتر مياه. هلا كمية اللي بتنكب انا بفضل تكون بهذا القدر، وفي ناس ممكن تأيدني او تعارضني بكمية المياه. هلا طريقة الافضل واللي هي انه ما يدخل مي على الممبرين، لأن الممبرين المسامة بتكون 0.0001 لل 20 ميكرون حسب نوعه ودقته الشرشفة. هلا هون حتى ما تدخل الغبار الكربون اللي موجود بالمرحلة رقم 2 اللي كانت عم تخش، والمرحلة رقم 3 إذا كانت نوع المصافي بلوك كربون، حتى ما يدخلوا على الممبرين ويعملوا لنا انسدادات أو مشاكل، أو ممكن يسدوا لنا الفلو أو الرباعية اللي هي مسؤولة عن تنظيم كمية كب المياه أو حتى عكس عدم الرجوع. فهون يفضل ما يدخل غسيل كربون لهون. هلا عندي خيار خروج المرحلة رقم 3 العكس اللي بتطلع منه من الطرف الثاني من تحت اللي رايحة منه على الرباعية ما ذكرنا. تمام؟ من هون مرحلة رقم 3 راح تطلع منها المي حتى تروح على الرباعية، بفك من هون وبوصل الخرطوم اللي عندي المتر وبغسل. بوصل الخرطوم على خروج المرحلة رقم 3 وبغسل المرحلة رقم 1 و2 و3، بكب لي 10 20 30 لتر لاشوف المي نطفت خلصت من السواد نهائيا بالكامل. هلا هيك بضل عندي المرحله رقم 5 بدها غسيل. اذا كان الخزان مليان بفتح الخزان تطلع المي بالخزان على مرحله الخامسه مرحله جوز الهند البوس كربون وبتنكب معي. واذا ما كانت مليان الخزان
فراح المي راح تجي على الجهاز، لا بتعبى بالخزان بعدين بتكبها، بتجمعها بالخزان بعدين بتكب اول خزان والثاني والثالث والرابع، لا ولا بتكبها مباشره بدون ما تدخل مي على الخزان. لكن مرحله رقم 1 و2 و3 غلط يجوا على الممبرين وغلط يجوا على الخزان. هذا الشيء بيعمل لنا انسداد وبيعمل لنا تجمع رواسب الكربون بالجهاز، ممكن تطول فتره طويله لبين ما تطلع من الخزان. في طريقه ثانيه وهي اللي بستخدمها وبفضل انه انت تستخدمها. اذا بدلت 1 2 3 فيك تتبعها بانك تفك الممبرين، واذا كنت عم تركب الجهاز فيك تتبعها، واذا عم تبدل 5 مصافي فيك تتبعها. وهي نحن ذكرنا انه رح نترك الخزان مسكر، بتركه مسكر. بابا عندي الممبرين فكيت الخرطوم، فتحت الغطاء. اذا كنت مركب 1 و2 و3، اذا كنت مركب ال1 و2 و3 بفك الممبرين بطالعه لبرا. بعد ما بطالع الممبرين برجع بسكر الخرطوم، بركب الخرطوم مكانه وبفتح المي. هون المي صارت مرور الكرام من هي المرحله، لان هذا بيت هاوزنج، تمام؟ مرت المي مرور الكرام من هون، وهون الخزان مسكر وغسلت كمان 10 20 30 40 لحيث ما اشوف المي نطفت عندي. بعدين بفك بركب الممبرين القديم اللي كان عندي، بما انه مبدل 3 مصافي على 6 شهور. هلا اذا انا عم بركب جهاز جديد غالبا بما انه مضغوط هوا فراح يكون مسكر، هذا صح. بركب هيك بدون ما اركب الممبرين، اذا هذا ما بيجي مركب، هذا بيجي مضغوط هذا الشكل اصلي بس لاني بفتح المي وبغسل. واذا ركبت 3 مصافي عفوا اذا ركبت 5 مصافي بفك الممبرين القديم بكبه، برجع بسكر الغطاء بتركه فاضي وبفتح بغسل. هيك ما اجت عندي المياه على الممبرين سوت لي انسدادات او راحت على الخزان. واذا جديد مثل ما ذكرنا بعد ما غسلت وخلصت بفتح لاركب الممبرين في جلدتين من هون، في جلده سوداء هون، الجلدتين هدول لتحت، تمام؟ بنزلهم راح يوقف معي بهذا الشكل وبكبسه لجوا بحركه. بعد ما بنزله للممبرين لازم يصير ساوي. شايفين شلون وقف معي شوي؟ راح اورجيكم شوي. هذا الممبرين هون في حاضنه راح ينزلوا فيها الجلد، هدول الجلد راح ينزلوا بهي الحاضنه، تمام؟ فراح تصب معي هي. انا راح افتله شوي حتى تنزل، تمام؟ بنزله، بضل بنزله ليصير من هون مسح. بعد بنزله مسح مثل ما انتم شايفين هون. بركب الغطاء ما في داعي اشد كثير، بشد بحس ياخذ شد فقط. هلا ركبت شغلت والخزان مسكر، طلعت المي عندي من فوق، بسكر حنفيه ليتعبى الشبكه، بنسمع تيك فصلت رباعيه، فتاكد في تسريب ممكن اعمل له شده ثانيه. اما اذا شديت كثير باكل من عمر الجلده وبضغطها اكثر، مثلا الجلده مثلا 5 مللي ضغطتها ل 2 مللي، بالمره اللي بعدها رح تموت الجلده عندي اكثر، ما تعود تسكر. ووقت بدي افك اذا يبست رح تعذبني كثير بالفك، فبشد لحد معين ولازم فيه مجال اخذ شده زياده، تمام؟ وبشغل. هلا يفضل اذا بدك تكمل الصيانه للنهائي صح، شغلتين. رقم 1 اذا الجهاز جديد او تبديل مصافي لاول مره 5 مصافي يعني بعد سنه، في فيديو اسمه العمر الافتراضي للمصافي، منه بتشوف شرح كامل شغلات بتعيش معك كل مرحله، شارحين من الالف للياء. العمر الافتراضي للمصافي مرحله رقم 1 بحدود الشهر، اذا المي عندك نظيفه، مي مياه ابار او مي مياه خزان، ممكن تعيش معك 6 شهور وتبدلها مع 3 مصافي. المرحله الرابعه والخامسه عمرهم الافتراضي سنه، ممكن يعيشوا سنتين، لهم سيستم معين من هذا الامر. رقم 1 لازم تكون جودتهم عاليه جدا، طبعا مو يكونوا ال جي، لان هلا ال جي اللي عم تتباع بالاسواق فقط عم بيعتمدوا على الاسم، ما عم بيعتمدوا على الجوده. فيك تستخدم سمارت وزورسو باندا بلس كونا، هدول كلهم نوعيتهم جيده. ففيك انت تستخدم انه الممبرين يكون يعيش معك لفتره اطول، ولا طريقه بالاستخدام. جهاز التي دي اس يعني حتى وصلنا لعند هي النقطه، جهاز التي دي اس انه انا احلل المي، اذا شفت المي تعبانه ببدل. جهاز التي دي اس بيحلل لي فقط الممبرين، هل الممبرين شغال ولا لا فقط. اما المرحله رقم 1 و2 و3 كمان في فيديو
من الفيديوهات اللي اسمها تحليل التي دي اس، موجوده على قناه اليوتيوب عندنا، فيك تشوفها، شارحين كيف ومحللين وعاملين تجربه شلون من بعد مرحله رقم 1 تطلع نفس النتيجه، وبعد 2 وبعد 3 لبعد 4 تتغير. مرحله 1 و2 و3 ما ببين، ومرحله 1 و2 و3 وفي فيديوهات شارح فيها اذا تاخرت بتبديلهم وطلع الكلور، الكربون هو اللي عم يشيل الكلور، الكربون انتهى عمره، طلع الكلور على الممبرين حرقه، وبس حرقه صارت عندي الثقوب اللي حكينا عنها اللي هي 0.00 من 1 ل 20 ميكرون قياسها اكبر، واهترى الغشاء اللي عم بيعمل النافذيه تبعيه المياه التناضح العكسي، فبكب معي اكثر مي، تطلع المي دقتها تعبانه، هذا الوقت ضرب الممبرين. يعني انا ما بدي استنى ليضرب الممبرين حتى ابدل 1 2 3، غلط. لازم هدول اذا بلتزم بموعد تبديلهم بالوقت المحدد صح بيعيش معي الممبرين لوقت اطول. هام المرحله هي بس كانت شفافه، غالب الانواع الثقيله ذاتها بتكون شفافه، بس كانت شفافه، بس شفتها بلشت تغمق بدلها، لان الشوائب رح تطلع للممبرين وتضرب لك اياه، وهداك الوقت بس ضربت الممبرين رح تكون كميه الكب عندك اكبر، 1 2 رح يزيد مصروف الجهاز، وتكون نوعيه المياه اللي عم تطلع رديئه. هلا مثل ما ذكرنا، اول نقطه انه تحليل المياه ما بيفيدنا بعمر المصافي غير بالممبرين، والنقطه الثانيه اثناء ما بنكون ركبنا الجهاز قلنا في شغلتين، اول وحده اذا كان عمر الجهاز على تبديل مصافي لسنه نبدل الخمسه، يفضل انه انا اسكر الخزان واسكر حنفيه اللي فوق المجلة واشيل خرطوم الكب من التصريف وانتظر ليفصل. اذا ما فصل معناتها عندي مشكله، اذا ما فصل عندي مشكله، واذا طول بالفصل كمان عندي مشكله. طبعا رح تسمع صوته لاني فيه رباعيه الاغلاق وتعطي صوت اثناء الاغلاق. هاي القطعه مع عكس عدم الرجوع هي المسؤوله عن الاغلاق. هذول القطعتين، هذول القطعتين عمرهم الافتراضي السنتين. بعد السنتين طبعا في فيديو شارح فيهم ايش بيصير بعد السنتين فيهم، في فيديو شرح مفكوك مورجيك. هي يعتبرها مثل الحنفيه، انت الحنفيه بعد فتره مو بتتعود جدا معه بتسكر هسه بصير بتنقط او بصير بشده كثير لتسكر، هي نفس الشيء، هي بس معيره تسكر عند حد معين، بس تعبت الجلده راح تضل عم تسرب شيء بسيط، يعني ممكن شيء الخرطوم تلاقيه عم بكب بس يفصل ضل نقطه نقطه، هذا كله عم بزيد على مصروف فاتوره المياه. هدول القطعتين عمرهم الافتراضي سنتين. فانا اذا ببدل على السنه حتى اتاكد انه شغالات عندي، بشيل خرطوم من التصريف بستناه ليفصل، برجع بفتح الخزان او برجع بفتح الحنفيه حتى ياخذ امر ويرجع يفصل مره ثانيه حتى اتاكد شغال. اذا عمر الجهاز سنتين لازم تتاكد 100% من هي القطعه من هذا الامر. اما اذا عمره اقل بدك تتاكد شغله بتعود لها، لكن يفضل تتاكد حتى تتاكد الجهاز عم يفصل. ومثل ما ذكرنا هذول القطعتين عمرهم الافتراضي حتى تبدلهم مع الفلو سنتين، ما بدلته راح يزيد مصروف فلتر المياه عندك. بما انه حكينا عن العمر الافتراضي رح اشرح شرح سريع عن المرحله. مثل ما قلنا رقم 1 العمر الافتراضي من الشهر للستة حسب نوعيتها وجودتها والمواد المصنعه منها ونوع المياه اللي عندك. وقت يكون مياه عندك ابار او فيها طين او وحل او جاي مياه من الخزان كمان هي الشغله بتاثر على عمرها، ممكن اسبوع تسكر، ممكن 3 ايام تسكر. في عندي زباين بالايام بتسكر عندهم حسب كميه الاستخدام والوسخ الموجوده عنده بالخزان اذا هو عم ياخذ مياه خزان. ضغط المياه كثير بيأثر على عمر الجهاز. ضغط المياه بيأثر على 5 شغلات: عمر المصافي، كمية المياه بالتخزين موجودة بالخزان، كمية المياه اللي بتتفلتر قد ايه ينتج الجهاز بالوقت مي، جودة المياه، وكمية التصريف. هاي القطعة في ضغط معين بيخليها تسكر، كل ما كان الضغط عندك منضبط أكثر بتسكر هي منضبطة أكثر. يعني اوتوماتيكيا عم تشتغل هي هيدروليكيا بيجيها الضغط حتى تسكر. اذا كان الضغط عندها ضعيف بتطول لتسكر، ممكن تسكر وتفتح، تسكر وتفتح. اذا 5 شغلات بيأثر عنا. العمر الافتراضي قلنا شهر بالشكل العام، بس وسخت لازم نبدلها. طولت ل6 شهور المي عندي مي فيها شوائب كثير ما في مشكله. الكربون 6 شهور ل 4 شهور حسب كميته ونوعه. عندك البازا كربون راح احكي اسعار تقريبيه بحدود $2 للكوكونات كربون اللي بتكون بجوز الهند الحقيقيه الاصليه الكيلو ب 11 يورو ونص. هاي المرحله بتاكلها من ال 185 ل 350 حسب نوعها وجودتها. يعني انت وقت عم تشتري هاي القطعه نوع الكربون اللي بيأثر هو بسعرها. اذا بحط لك بازا كربون عن كوكونات كربون رح ينزل السعر معك الربع. بالمصافي كذلك الامر. هذا الشغلات اللي عم تخلي سعر المصافي يختلف او سعر الجهاز.
4 شغلات تخلي سعر الجهاز يختلف: خزان ونوعه، نوع البلاستيك مصنع منه الجهاز والمصافي، نوع الحنفيه، حنفيه زماك نحاس خليط كروم 304 غذائي، وزن الحنفيه من 120 غرام للكيلو 800 غرام. عندنا حنفيات. وبالاضافه الى ذلك العلامه التجاريه بتشتري منها، كل علامه تجاريه لها رنج معين، من سياره مرسيدس لها سيستم معين. كلمه الرنانه الاوريجينال. طيب انت عم بتقول لي هي الحنفيه اوريجينال، لمن؟ هي لاي ماركه؟ تمام، هي الماركه الاوريجينال اوكي، بس انا جيت قلت لي هدول مصافي اوريجينال. طيب شلون اوريجينال؟ انا جبت لك قطع سياره مرسيدس بدي اركب لك اياها على سياره كيا، قلت لك هي اوريجينال. يا اخي مو كيا الاوريجينال، سعرها اغلى 10 اضعاف، بس ما هي كيا الاوريجينال. انا بدي الاوريجينال مثل الاوريجينال تبعيت هي الماركه. فحتى تقول لي اصلي او اوريجينال لازم تدمج لي معه الماركه حتى اعرف. تقول لي هي قطعه مرسيدس اوريجينال، قطعه تليفون الايفون الاوريجينال، قطعه سامسونج الاوريجينال. اذا جبت لي انت لزقه شاشه تبعيت ايفون اوريجينال تحط لي اياها للسامسونج، ما بصير معي. بدي السامسونج انا، ولو ما هي اوريجينال بدي اياها السامسونج. فالنقطه حتى يقول لك اوريجينال او اصلي لازم يقول لك العلامه التجاريه. بدون علامه تجاريه ما في شيء اسمه اوريجينال. هذا كلام رنان عشان يسحبك لعنده بكلام التسويقي. اذا بنرجع بنعيد: رقم 1 عمرها شهر، 6 شهور، 6 شهور رقم 3 معهم كميه الاستهلاك المي بيختلف حسب نوع الجهاز. في ناس بتقول لك انه 2500 جالون العمر الاستهلاكي للمصافي. العمر الاستهلاكي بيكون 2500 جالون، له شرح انا كاتب، بس دورتوا على العمر الاستهلاكي للمصافي راح يطلع لكم الشرح انه شلون ال 2500 جالون هي تعادل من 13 او 12 وكسور لل 15 لتر حسب نوع المصافي بيعيشوا معك استخدام يومي. مرحله رقم 4 قلنا العمر الافتراضي الوسطي سنه، واذا نوعيتها جيده ممكن تعيش للسنتين. جوز الهند بتعيش مع الممبرين. مراحل الاملاح عمرهم من سنه لسنه ونص حسب جودتهم ونوعيتهم. والخزان عمره الافتراضي سنتين. كفالته عمره الافتراضي للخزان سنتين، ممكن يعيش 5 6 7. غلط. ليش؟ لو انت عندك بريق مي او قنينه سنتين عم تشرب منها بدون ما تغسلها، ما حاج. هذا مو فلتر مياه، هذا كليه لاسره الاسره اللي عم تستخدمه للبيت، للعائله اللي عم تستخدم الجهاز. هذا كليه خارجيه. ما صفينا المي هون رح تصفي عنا هون. ليش عم نقول عندنا فلتر؟ خلينا نشرب من الحنفيه. لكن طالما بدي اركب فلتر لازم التزم بصيانته. ما ضروري انت تجيب كهربجي حتى تركب اللمبه او تجيب معلم صحيح حتى يبدلها حنفيه. تعلم لوحدك، هي فيديوهات شرح موجوده، اي قطعه بدك نبعث لك اياها بالشحن لباب البيت. ولكن اعمل الصيانه صح والتزم بمواعيد الصيانه حتى تشرب مياه صحيه وتاثر هذا الشيء، لانه بياثر على جسمك وجسم العائله. واي سؤال او استفسار عندك حط لنا سؤالك بالتعليقات او تواصلوا معنا على الارقام. دمتم بخير.